السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. بشكر كل حبايبي اللي وقفوا جنبي ودعولي واتمنوا لي الخير وسمعوا الفيديو اللي فات. واللي قالت لي انا بكيت لما سمعتك. والله يا بنات كل اللي اتكلمت في الفيديو ده حصل، وربنا يرزقكم زيارة بيت الله الحرام عاجلا غير آجلا، اللهم امين يا رب. الغرض من الفيديو اللي فات يا بنات او الفيديو اللي قبله برضو ان انتي استعيني بالله، ما تعجزيش. انتي بتطلبي من الملك وبتطلبي من ربنا سبحانه وتعالى، فاطلبي بكل ما تتمنيه حتى لو كان صعب وكان مستحيل، واصبري. اللي عنده ابتلاء يصبر. كلنا كل واحد عنده حاجة شكل، اللي عنده مرض واللي عنده اولاد مغلبينه واللي عنده زوج مش عارف ايه واللي عنده حماته. فاصبري اصبري، كلنا لازم نصبر وناخد بايد بعض. انا بس جايه بطمنك، جايه بقول لك ابشري ان احنا من ما فيش، من كنت بقول مستحيل مش انا اللي هطلع، كل الناس تطلع الا انا. سبحان الله، ربنا جبر بخاطري وطبطب عليا وسمعني في يوم كنت ببكي ودعيته من قلبي. فاللهم لك الف حمد وشكر. ربنا يكبر بخواطركم جميعا يا رب، جبرا يتعجب له اهل السماء واهل الارض، اللهم امين يا رب العالمين. ما ننساش يا حبايبي نحط اللايك ونشترك في القناة عشان عيلتنا تكبر بيكو و... ونصلي على النبي. يلا بينا كده ناخد بإيد بعض على الجنة ونصلي على النبي مع بعض. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وما ننساش برضو الدعاء لإخواتنا في فلسطين وفي غزة، ربنا ينصرهم نصر عزيز مقتدر، اللهم أمين يا رب العالمين. الفيديو النهارده يا بنات هرد فيه على بعض الاسئله اللي جات لي في التعليقات. هي اسئله مكرره بس بتكون مستعجله، ما ينفعش ان انا ما اردش عليها، وما ينفعش ان انا اقول لها ارجعي للفيديو اللي قبل كده او ارجعي الفيديو في فيديو قديم. فارجعي له عشان اخواتي بس ما يزهقوش، اللي هم متابعيني باستمرار. بس في اخوات جداد دخلوا عندي في القناه، فلازم كل شويه افكرهم بالاسئله اللي بتجيلي عشان نفيد بعض ونستفيد. واللي عنده اي معلومه التعليقات مفتوحه قدامكم، اللي عنده اي معلومه وحابب يوصلها لغيره، خطأ وقع فيه، معلومة عملها زيادة، حس بفرق في الطاعة وحس بفرق في يعني كان يومه ماشي كويس، يعني يكتبها تحت في التعليقات وانا بلسانكم وهقول الاسم وهبلغها لحبايبكم في الله. يعني ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دلوقتي يا بنات يعني ايه إحرام؟ دلوقتي أنا دخلت يعني سافرت المدينة المنورة، ودلوقتي متجهة إلى مكة وهحرم من الميقات. يعني ايه برضو إحرام؟ إحرام يعني الدخول في نسك، يعني في حاجات محظورات عليكي لازم مش هتعمليها، وفي حاجات فرضت عليكي لازم هتعمليها. يعني ايه؟ طب اللي مفروض عليا ان انا اعمله طبعا النية يا بنات، والنية محلها القلب، ولازم تقولي الدعاء بتاع النية. عفوا، اللي هو اللهم إني نويت أعمل عمرة لنفسي، وتسمي اسم الشخص اللي انت هتعمليه، سواء هتعملي عمرة لنفسك بتقولي الاسم نويت أعمل عمرة لنفسي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. اللهم تقبلها مني عمرة من غير سمعة ولا رياء. ضروري جدا تقولي الدعاء ده أول وانت في الميقات، المكان اللي هتتوضي منه للعمرة، وبتقولي كده خلاص انتي بقيتي محرمة، يعني في حاجات كتير محرمة عليكي. طيب لسه ما كملتش معاكي ايه اللي لازم هتعمليه كست وانتي في الميقات. بعد ما قلتي النية وبعد ما توضيتي وصليتي ركعتين سنة الوضوء وبتلبسي لبس الإحرام بتاعك. النساء ملهاش أي لون في اللبس، تقدري تلبسي اللون اللي انت عاوزاه واللي انت حباه. العباية بتاعتك، الطرحة اللي مغطية شعرك، اللبس بتاعك يكون فضفاض وواسع. لابسه الشراب، لان انت الرجل لازم تتغطى بالشراب، كأنك بتصلي بالظبط طول فترة الإحرام، كأنك بتصلي بالظبط. بتكوني على وضوء، بتكوني لابسه اللبس بتاعك زي ما بقولك واسع وفضفاض مش شفاف. ده لبس الإحرام للنساء. أما للرجال طبعا فمعروف اللي بيكون لونه أبيض، وده عاوز فيديو لوحده بقى. خلينا كده مع النساء. ايه المحظور عليك ان انت هتعمليه اثناء الاحرام بقى؟ خلاص منين ما انت نويتي تعملي العمره، في حاجات بقى ايه محرمه عليكي ان انت تعمليها، وحاجات ما تتوقعهاش، حاجات انا ما كنتش اعرفها.
للامانه، وما كنتش اعرف اغلبها. لما بقيت اقع في الغلط الاقي حد بينصحني، فبقيت يعني فاهمه انتي. فانا من واقع تجربتي بقول لك، ومن يعني الحمد لله رب العالمين، ومن اسئلتنا للشيوخ وتعلمنا ومن اساتذتنا، فاللهم لك الف حمد وشكر. حاجات كتير ما كنتش تعرفي ان هي بتبطل الاحرام. هقول لك حاجه، يعني حاجه كده بالراحه عشان تفهميني. اول حاجه يا بنات، الصابون بريحه. خلاص انتي اتوضيتي من الميقات واحرمتي من الميقات، هتتوجهي سواء للفندق او سواء للكعبه. فلو هتروحي الفندق خلي بالك، عادي ممكن تغتسلي تاني وانتي محرمه. ممكن اغتسل تاني بس بالماء فقط. ممكن اسرح شعري، بس انا يعني لو انا سرحت شعري ممكن شعري يقع، وهو ممنوع قص الشعر، او ان الشعر انت تشديه عن عمد كده عشان يقع. فانت عارفه شعر النساء عموما يعني بيقع كده من اقل حاجه، فخليه زي ما هو. يعني تقدري تاخدي الدش بس بتاعك لو انت يعني من السفر، عشان مسافه ما بين مكه وما بين المدينه، تقدري تاخدي شاور بتاعك وتغيري الملابس بتاعتك، بس ما تسرحيش شعرك، نصيحه يعني. يعني انت بتبقي فاكره طول الوقت، ولو هتغتسلي ما تغتسليش بصابون ولا شامبو ولا اي شيء خالص فيها معطرات. حتى المناديل المبلله هتبطل احرامك لان فيها معطر برضو. حاجه كمان يا بنات، مزيل العرق. لان ده بصي جات لي فيه مش عايزه اقول لك شتايم، بس الله يهديهم ويصلح حالهم. في من الناس قالوا لي يعني ايه هنعيش كده من غير كده وتفضل ريحتنا طالعه وتفضل مش عارف ايه. في حبيبتي، لو في اصل مش كل الناس بيطلع لها ريحه عرق، او مش كل النساء يعني. لو انت شايفه ان انت الدنيا بتبقى يعني كده معاكي، تقدري في حاجه اسمها شابه، او في حاجات كده طبيعيه هي مخصصه هناك بيعملوها هناك في مكه لمزيل العرق، بس بدون عطور، فاهمه؟ بدون اي عطر او اي حاجه ريحه نفاذه، لانهم عارفين هناك دي من مبطلات الاحرام. فتقدري تشتريها من هناك عادي، او تقدري تعملي وصفه هنا بدون ما معاكي يعني، وانت من بلدك يعني، بدون ما تحطي معاكي اي خالص اي خلطه فيها عطر. فخلي بالك. ابويا يا بنات ربنا يطول في عمره يا رب. تعالي بقى هقولك على النصيحه اللي بعد كده. الزحام يا بنات، ممنوع الزحام، ممنوع الزحام، ممنوع الزحام. ما تتزحميش وتزقي في بعض وتزقي في الرجاله وتتزحمي كده علشان خاطر تقبلي الحجر الاسود. لاني السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها لما جات لها صحابيه من الصحابيات، قالت لها ان انا قبلت الحجر الاسود، فقالت لها وهل زحمت الرجال؟ يعني هي عارفه ان بيبقى المكان ده زحمه، وبيبقى يعني ممنوع، يعني مش ممنوع لو الدنيا رايقه قدامك ادخلي، انما الزحمه تتخش كده ما ينفعش. قالت لها لا اجرك الله، لا اجرك الله، لا اجرك الله. فعرفتي وعرفت توصلي والدنيا كانت سهله كان بها، ما عرفتيش خلاص، ما يبقى ربنا ان شاء الله هيكتب لك الاجر. وزحام برضو الرجاله مع بعض. انا بشوف، انا كنت ببقى ماشيه مسالمه جدا، وبصي الاقي الكوع كده جاي لي، كنت بتألم وبمشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تعالي هقولك بقى على النصيحة اللي بعد كده. خدي دايما معاكي شنطة ظهر، دايما يبقى فيها المصحف، المسبحة الإلكترونية، أو ورقة مكتوب فيها الأذكار الصباح والمساء، والسجادة بتاعت الصلاة. لأن انت دايما أو مش دايما، يعني على حسب برضو ظروفك، أنا مش هعممها، مش هتبقى طول الوقت بتصلي جوه الحرم، فممكن ما تلحقيش الوقت، ممكن تيجي متأخرة من كتر الزحام ما تلحقيش تصلي جوه الحرم. فدايما اساسيات معاكي، خلي معاكي شنطة هاند باج كده صغيرة كده، في سجاجيد صلاة رقيقة جدا وخفيفة بتطبق كده، بتبقى قد كف الايد، تقدري تحطيها في الشنطة عشان تحطي جنبها الحذاء، عشان تحطي في شنطة تانية كده صغيرة المصحف ده اساسي معاكي. وحاولي تختمي القرآن مرة واثنين وثلاثة. املي وقتك بالطاعة واملي وقتك بالإيمان، جددي إيمانك وجددي روحانياتك. ارجعي من هناك إنسانة جديدة، ارجعي من هناك مودعة المعاصي، ارجعي من هناك بصي يعني ابكي وصلي لربنا وادعي وقولي يا رب يا رب رجعني كيوم ولدتني أمي، اجعلها عمرة مقبولة، اجعلها حج مبرور. فدايما يا حبيبتي الاساسيات دي خليها معاكي في الشنطه اللي هتشيليها على ظهرك وانتي نازله الحرم، سواء في المدينه او في مكه. الاساسيات دي ما تستغنيش عنها، لان عزكم الله الحذاء بتاعي كنت بقلع وبصلي، وما كنتش بقى اول مره، ما حدش نصحني النصايح دي، فكان بيتاخد مني عمال النظافه كانوا على طول بينظفوا ما شاء الله، فكان على طول ما بيبقاش معايا. ومره روحت والله الفندق بالشراب، فعشان ما تغلطيش غلطتي. ودايما وانتي بتصلي، نصيحة برضو اللي بعد كده،
حطي الشنطه بتاعتك قدامك، ما تحطهاش جنبك وما تحطهاش وراكي، حطيها قدامك قدام عينيكي كده وانتي بتسجدي في الارض. الشنطه بتاعت ظهرك اللي هي الهاند باج الصغيره حطيها قدامك وانتي بتصلي، علشان لو حطيتيها جنبك او حطيتيها هنا مش زحام، محدش بيشوف حد ومحدش بيعرف حاجه حد، فحطي حاجتك كده قدامك علشان تبقى قدام عينيكي. النصيحه اللي بعد كده اللي هقدر اقدمها لك، بس صلي على النبي الاول معايا. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم. عايزه اقول لك برضو العبايات ام كم واسع او ام كم استك دي ضروريه جدا جدا جدا، كتري منها، لان انتي هتعوزي تجددي وضوءك ما بين الوقت والتاني وما بين الفرض والتاني. فدايما العبايات يعني هتتوضي بره البيت، مش تبقي لابسه حاجه نص كم. خلي دايما العبايات بتاعتك ليها استك، بحيث لما تروحي الوضوء او دورات المياه تعرفي تتوضي. فضروري جدا يا حبيبتي اللي هي العبايات اللي هي فيها استك. يا رب اكون قدرت افيدكم، يا رب اكون ضيفه خفيفه، ولو عندك اي سؤال انا تحت امرك اقدر افيدك. وان شاء الله باذن الله انا جاتلي كتير اسئله كتير جدا 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 عن الاكل. ان شاء الله باذن الله فيديو جديد تاني هعمله برضو بتفاصيل اكتر عن موضوع الاكل اللي هتاخديه معاكي وانت رايحه العمره، بحيث ما تكلفيش نفسك، وبحيث تاني توفري الوقت اللي هيخليكي تصلي الصلوات الخمس في الحرم، سواء في مكه او في المدينه. باذن الله ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب عن موضوع الاكل بالتفصيل. النصيحه اللي انا بحبها جدا، عايزه اقولك الصدقه. لو عايزه تطلعي صدقه لحد متوفي عندك، او لو عايزه تطلعي صدقه لحد او ليكي صدقه جاريه ليكي، تقدري تاخدي كرسي متحرك او تشتري من هناك كرسي متحرك وتسيبيه في الحرم، ده لله، صدقه جاريه ليكي انتي قبل ما يبقى لاي حد. لو عايزه تعمليه عن والدك، عن والدتك، عن اختك، عن اي متوفي عندك، تقدري تعمليه هناك. مصاحف هناك، المطابع هناك كتيره جدا جدا جدا، تقدري تجيبي مصاحف من هناك وتوزعيها على المعتمرين هناك. تقدري برضو مش قد الامكانيات دي كلها، التمر مفيش اسهل من التمر، وبصي توزعي كده على احباب الله اللي في بيت ربنا معاكي، علشان يدعولك دعوة حلوة من قلوبهم ان ربنا يصلح لك حالك ويثبتك على الطاعة ويثبتك على الايمان. وبرضو حاجة كمان ما تنسيش تاخديها معاكي، القمح. انا اخدت قمح معايا واطعمت الحمام اللي هناك، فكان شعور حلو قوي 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 هناك. ان انتي اطعمي على قد ما تقدري، قد الوجبات، اعملي وجبات اكل وطلعيها، قد المصاحف زي ما بقولك، كرسي متحرك، تمر، حاجات، حلويات، شوكولاتات، اي حاجة الناس تدعيلك هناك. خلي دعوة 40 غريب مستجابة ان شاء الله باذن الله. ربنا يستجيب لدعانا كلنا يا رب، ويصلح حالنا ويكتبها لنا تاني وتالت يا رب. اكون ان شاء الله زي ما بقولك قدرت افيدك، ولو عندك اي سؤال انا تحت امرك اقدر افيدك ان شاء الله باذن الله. خلي دايما معاكي بسكوت او تمر معاكي في شنطتك انتي ليكي انتي، بعد الشر ممكن تهبطي، ممكن يحصل حاجه، يبقى معاكي اي اكل كده ان شاء الله، بسكوته او اي حاجه خفيفه او اي مخبوزات بتيهايه او اي حاجات من دي. برضو من ضروري يبقى معاكي في نفس الشنطه اللي هتاخديها معاكي الحرم سواء المدينه او مكه. المسكن يا بنات ما تستغنيش عنه. خلي دايما شريط انت طبعا واخداه معاكي قبل ما تطلعي، خلي معاكي مسكن في الشنطه، مهم جدا جدا جدا. الحاجات الصغيره دي بتفرق طبعا، والمناديل طبعا، الحاجات اللي هي البسيطه دي بتفرق جدا معاكي. والله فجأة كده وانا قاعده بدون مقدمات جالي صداع وما كنتش واخده معايا مسكن، بص بقيت اسال الناس كده على مين، على ما فهمني واداني مسكن اخدتها. بس عايزه اقول لك ما تقعيش في الغلطه اللي انا وقعت فيها، ان بقيت الف على اي مسكن وانا في الحرم عشان الصداع اللي جالي فجأة وانا قاعده عند الكعبه. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يرزق كل مشتاق، ربنا يدي كل محروم، ربنا يرزق كل محروم بالذرية الصالحة، ويهدي لنا أولادنا ويجعلهم صالحين ويجعلهم برين بينا. اللهم أمين يا رب العالمين. وما تنسونيش بدعائكم، ادعوا لي، أنا في أمس الحاجة للدعاء منكم. ربنا يتقبل منا جميعا.